السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بعد فترة غياب افتقدتكم فيها جدا، وبنرجع بعد فوز كبير جدا، فوز تاريخي للنادي الأهلي في بطولة هي الأهم على مستوى قارة أفريقيا وعلى منافس قوي لاسمه، هو نادي الترجي التونسي في عقر داره بالاسم، لكن هو عقر دارنا بالفعل. هو ملعب رادس اللي بيقدر الأهلي يحقق فيه الفوز على الترجي لسادس مرة في إنجاز محدش غير الأهلي يقدر يعمله. يمكن الترجي بيمثل أندية كتير بعبع، لكن عند الأهلي بفضل الله الكل بيبقى عارف إن هو بيواجه كبير القارة. يمكن البطولة دي بتمنى من ربنا إن هي الأهلي يوفق فيها ويقدر يحرز ال 11، لأن البطولة دي فيها شوية دراما، فيها أرقام عمرها ما حصلت. يعني أول مرة الأهلي يكسب بره أرضه أربعة في بطولات أفريقيا، أول مرة نادي مصر يعملها أصلا. لأول مرة حد يكسب الترجي ثلاثة في ملعبه، أول مرة الأهلي يعملها. اخر اربع ماتشات الشناوي حافظ على كلين شيت، منهم ماتش اهو في الدور قبل النهائي، ودي ما حصلتش قبل كده. ارقام كتير. كهربا دلوقتي ما شاء الله هو متصدر الهدافين برصيد 5 اهداف. اتمنى برضو ربنا يكرمه، لانه نيته نظيفه. قلنا قبل كده الكوره نوايا قد زي ما هي مهاره ولياقه، لكن النوايا تتدخل. فاتمنى ربنا يكلل مجهوده وتعبه والظلم اللي اتعرض له بان هو ياخد دوري ابطال افريقيا مع حمل الكاس باذن الله. يمكن الحلقه النهارده عاملها عشان ارد بس على نقطتين، وفي اقاويل كتير كده بتكون مثاره وبتبدا تتنقل من حد لحد لغايه ما تتحول لحقيقه. اول نقطه وهي فكره مواجهه الترجي، الناس اللي بتقول ان الاهلي قدر يفوز على الترجي بسبب غياباته الكتير وبسبب اللعب بدون جمهور. تعالوا ردوا على نقطه نقطه. اول حاجه بسبب غياباته الكتير. الفرق الكبيره لما بيغيب عنها القائمه بيبقى فيها 30 لاعب او 35 حسب كل دوله، اما بيغيب عنها لاعب واثنين وثلاثه، حتى لو خمسه لو سبعه ثمانيه، بيقدر يكون في بديل يحل محل الاساسي. قد لا يكون بنفس الكفاءه، ولكن الفرقه ما وصلش من مرحله الفوائد لمرحله الوقوع. اللي حصل امبارح لفرقه الترجي ان هو يخسر في ارضه 3-0، ده اسمه انهيار. فغيابات مع فرقه كبيره ما تعملش انهيار، ممكن تقلل المستوى، ممكن تخلي النتيجه من فوز 1-0 لتعادل، من تعادل لهزيمه 1-0. لكن المنظر امبارح تسيد الاهلي المباراه، تقل والخبره اللي لعب بيها لعيبه النادي الاهلي، لا مش غيابات اللي تاثر كده. والدليل الاهلي راح لاعب مونتيري المكسيكي وهو بطل قاره وناقص منه ما لا يقل عن 10 12 لاعب، ومع ذلك ادى الاهلي وقدر يفوز على مونتيري المكسيكي. احنا بادئين الموسم ده والطرف اليمين بتاعنا هو كريم فؤاد واكرم توفيق، والاثنين رباط صليبي. هل الاهلي وقع؟ هل الاهلي اتاثر قوي؟ لا، في بدايل جت. محمد هاني ادى دوره، حسين الشحات، بيبقى احمد عبد القادر، سواء لعب مثلا طاهر، اي حد قدر يحل محل الناس اللي اتصابت وهي غيابات مؤثره والفتره طويله. يبقى اذا فكره ان هو غايب منه لعيبه قد يتاثر لكن ما ينهارش. فاللي حصل امبارح والفروقات بين الاهلي والترجي ما كانش سببها، ما كانش سبب النتيجه دي الغيابات، قد ما سببها ان الاهلي افضل بكتير. ولازم نقطه معينه قوي ناخد بالنا منها يا جماعه. من ضمن اسباب ظهور المنافس بشكل سيء هو ظهوري انا بشكل قوي جدا. يعني مش معنى انك تشوف الفريق ما كانش بحالته انك تقول ده فريق ضعيف، ده الداخليه اقوى منه، ده مش عارف مين اقوى منه. لا، ما تقولش ليه ان انا كنت قوي بشكل خليته ما قدرش يظهر امكانياته او نقاط القوه اللي عنده بسبب قوتي. دي نقطه. النقطه الثانيه فكره ان هو اللاعب كان بيلعب بدون جمهور. اولا الوضع اللي فيه الترجي وجود جمهور انا اظن ان كان هيبقى مؤذي ليه اكتر منه مفيد. نتائجه مترديه، الناس مش راضيه عن الاداره، عن استخدام لاعبين، فالجمهور هيبقى ضغط عليه. ولكن نفترض ان الجمهور فعلا احد اسلحه قوته وغاب، يبقى اذا بقيت انا وهو الكفه متساويه، ما بقاش عندي ميزه افضل منه. لا، ده بالعكس، هو اللي عنده ميزه افضل نسبيا لان المباراه على ملعبه وفي بلده، فانا اللي بلعب بره ملعبي. يبقى اذا دي نقطه فيها افضليه نسبيه للترجي. اللعب من غير جمهور، الجمهور مش موجود قدامه ولا موجود قدامي، ما هو انا كمان بلعب من غير جمهور في نفس المباراه. يبقى اذا الكفه متعادله والترجي يتفوق سنه بسيطه لان الارض في ملعبه، لان الماتش في ملعبه. فاذا لو كان الترجي بنفس قوه النادي الاهلي كان مخرج التعادل، كان الترجي ما قدرش يكسب عشان غياب جمهوره، كان خسر واحد. لكن النتيجه بالشكل ده تقول ان الاهلي في مستوى ده، وفرق المستويات اللي شفناها امبارح بوجود جمهور، بعدم وجود جمهور كان ان شاء الله الاهلي هيقدر يحسم برضه المباراه لصالحه، وقد يكون بنفس النتيجه كمان. النقطه الثانيه اللي عايز ارد فيها اللي هي انتشار نغمه ان الاهلي في دور المجموعات دايما بيبقى مش كويس ويبدا يفوق في الادوار الاقصائيه ومحدش بقى يقدر يقف قدامه. الجمله الحلوه بقى، طبعا خلينا نبدا بالجمله الحلوه ان الاهلي في الادوار الاقصائيه بيكون شرس وعنيف ومحدش يقدر يقف قصاده. ده لسبب بسيط، لان الادوار الاقصائيه فرصه التعويض فيها مش كتير، هي مباراتين. لو اخفقت في مباراه او ما حققتش نتيجه انت بترغب فيها في المباراه الاولى، فقدامك فرصه واحده للتعويض، مش اكتر من فرصه زي الدوري. فاذا هنا بتحتاج فرق كبيره عندها شخصيه. تبدا هنا الفرقه اللي عندها شخصيه، الفرقه القويه تبان من الفرق عديمه الشخصيه او اللي ما عندهاش تاريخ او انجازات او التيشيرت بتاعها تقيل.
فهنا بيبان قوي ده، ولان الاهلي يملك ده يملك ده كويس جدا، يملك من البطولات، يملك من الاصاله والعراقه والشخصيه، فالادوار الاقصائيه بيكون ليه اليد العليا فيها، بالاضافه طبعا لاهم دور موجود هو دور جمهور النادي الاهلي، بيكون حاسم جدا في الادوار الاقصائيه. ادي الجانب المشرق في الجمله. اما الجانب المظلم، فكره ان الاهلي في دور المجموعات دايما بيبقى مش كويس، دي مش حقيقه. الاهلي بس يمكن اخر 3 نسخ اللي شفنا فيها الكلام ده، ولكن الاهلي على مدار دوري ابطال افريقيا اللي كان بيشارك فيه السنين اللي فاتت دي كلها، لا الاهلي غالبا كان بيتصدر مجموعته، ولو كان بيبقى تاني بيبقى تاني واحنا عارفين ان هو صعد من الجوله الرابعه او الجوله الخامسه. ايه اللي حصل؟ لو ترجع كده معايا بالذاكره، اخر 3 نسخ في كاس العالم للانديه الاهلي مشارك فيهم، وكان بيتزامن وقت كاس العالم للانديه في وقت دوري المجموعات، فبتكون ساعتها بتلعب دوري عام مع كاس قديم مع كاس عالم للانديه، وبترجع منه وانت بتلعب دوري المجموعات. فكل ده كان بيأثر على اللعيبه من ناحيه المجهود البدني، دي حاجه. الناحيه الثانيه الاهم وهي اختلاف الدوافع، انك بتروح من بطوله افريقيا لكاس عالم للانديه، اكبر باترينا بتتعرض فيها، تنزل من مستوى لدوري عام تلاقي نفسك رايح تلعب اسوان في اسوان، تروح بعد كده تلعب كاس قديم ولسه عندك كاس جديد، وتروح تلعب دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. الخلاط ده ممكن يأثر على ذهن اللاعب، فبيخليه يظهر مش بالحاله اللي هي، فبالتالي تشوف ان الاداء اتهز والنتائج اتهزت والصعود بشق الانفس. لكن هل ده اللي بيحصل دايما مع الاهلي؟ لا، هو اخر سنين فقط، لان كان بيتزامن وجودها زي ما قلنا مع كاس العالم للانديه اللي الاهلي كان بيشارك فيه بصفه مستمره، وان شاء الله يفضل بيشارك فيه بصفه مستمره. في النهايه عايز اقول امبارح مباراه عظيمه لعب فيها كولر بفكر ذكي جدا. بدا المباراه ان هو ليه اليد العليا، عايز جاب الجون، اطمأن، بدأ يسحب فرقته وخلى الترجي يجيب ما عنده من مخزون بدني، وفي نفس الوقت انت واقف على رجلك، مفيش هجمات خطره جدا، كله عن طريق ركنيات او ضربات ثابته. وهنا عايز اكد لعيبه الاهلي على حاجه، رجاء بلاش الفاولات في المنطقه دي. يعني امبارح اكتر من فاول بيتلعب مع لاعب يا ريته رايح بانفراد او رايح بهجمه واحده، لا ده لاعب بيستلم بظهره وانا في ظهره، ملوش لازمه فاول، وانا عارف ان هم مميزين في الكره العاليه. هي دي النقطه الوحيده اللي بيلعب عليها الترجي، ما فيهاش لا جمل ولا تكتيك ولا فرقه، هي كره بتتعلق واعتمد على الاطوال والقوه بقى. ما دون ذلك الاهلي متحكم في رتم المباراه، الاهلي ما شاء الله فرقه تقيله على الارض، تحسن كبير جدا في ان مفيش باص كتير، ان انا بقدر اطلع بالكوره من تحت اروح بيها. فكان امبارح الاهلي باين في تقل جدا، في خبره من المدير الفني، في اجاده لاستخدام البدائل اللي ما شاء الله قدر كولر يخلي البديل زي الاساسي. ان شاء الله مش عايز انسى طبعا لعيبه كتير ادوا بشكل كويس جدا، لكن انا ما كنتش طالع النهارده عشان اتكلم عن المباراه قد عايز اتكلم عن النقطتين دول عشان النغمه ما تستمرش. وللاسف بلاقي اهلاويه كتير بينجروا ليها وتبدا تصدر فكره ان الاهلي في دور مجموعات دايما مش كويس، ودي بتبقى خلاص، تبقى انت بعد كده كل بطوله انت رايح ولاعيبتك عندها قناعه ان انا في دور المجموعات مش هبقى كويس لان انا تاريخي كده. لا، مش تاريخ النادي الاهلي كده. اتمنى تكون الصوره وضحت، واتمنى وجهه النظر تكون وصلت ليكم. ودي كانت نهايه حلقتي، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.